لسه عايزين تتجوزوا؟ مع كل مرة كابل مشهور على السوشيال ميديا يتطلقوا بيطرح تساؤل متكرر: لسه عايزين تتجوزوا؟ والحقيقة مع كل مرة بشوف التساؤل ده بيجي في دماغي فكرتين. الأولى، مين قال إن كل اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا هو الحقيقة؟ مرة حد قال كده إن التسمية الأدق اللي المفروض تكون للفيسبوك هي فيك بوك، وده معناه إن مش بالضرورة خالص إن كل الصور والفيديوهات والرقص والهيصة والزيطة وكل الحاجات اللي احنا بنشوفها دي على السوشيال ميديا هي فعلا الواقع الفعلي للناس دي، ولا إن هو ده الجواز فعلا. فلما هم يتطلقوا انا قرر هتجوز ولا لا علشان الكابل اللي كان مديني امل في الجواز اتطلقوا. دي قصتهم هم اللي تفاصيلها احنا ما نعرفش عنها حاجة خالص غير شوية الحاجات اللي كانوا بيعملوها قدامنا على السوشيال ميديا، واللي ما ينفعش ابني قصتي انا وارتباطي عليها. الفكرة التانية، جواز لناس فاهمة وعارفة ان الحياة صعبة جدا، وان العلاقات معقدة جدا، ان الحياة بعد الجواز بتبقى اصعب مش اسهل، وعشان اي علاقة في الحياة تنجح وبالذات علاقة الجواز ده مجهود محتاج يتبذل من الطرفين. فلو انت شخص فاكر ان الجواز هو شوية الرقص اللي بيطلعوا يتعملوا او الفراشات اللي بتبقى باينة او ان احنا نسافر كتير او كل بقى الحركات دي، فارجوك خليك عند الحاجة. فالسؤال الصح مش لسه عايزين تتجوزوا، لكن السؤال محتاج تسأله لنفسك بشكل تاني خالص: هل انا جاهز ان انا اتجوز؟ لو انا فاهم ان الموضوع صعب، الموضوع محتاج مجهود، مش كل الايام هتبقى وردي، مش كل الايام هتبقى هانيمون. لا، لو انا فاكر ان الجواز شوية فراشات، فاحب اقولك انت محتاج تشتغل على توقعاتك علشان ما تبقاش انت الخازوق الجاي. خلي بالكوا عشان انت بتتفرج عليه بيشكل توقعاتك وبيساهم في اتخاذك لقرارات ممكن تكون مصيرية. ما تاخدش قرارات وانت قاعد على السوشيال ميديا.